ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي قناة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنناقش الإعلام الإريتري، سنناقش عن الإعلام الإريتري. لا يخفى على شريف علمكم أن الإعلام وسيلة من أهم الوسائل للتأثير على الجمهور، وبات في هذا القرن أو في هذه الآونة من السلطة الرابعة إن صح القول، بل بعضهم يصفه بأنه أصبح السلطة الأولى في التأثير على المجتمعات. دعونا نتساءل في هذه الحلقة: ما هو الإعلام الإريتري؟ وما هو تاريخه؟ وما هي الوسائل التي استخدمها قديما وحديثا؟ وأين هو وفي أي مربع يقع في هذه الآونة؟ في هذه الحلقة باسمكم جميعا أستضيف في الاستديو فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف، والأستاذ الإعلامي الكبير الأستاذ أحمد شريف. فأهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الأكارم. لا أريد أن أطيل في المقدمة، فأنتم لا يخفى عليكم ما هو الإعلام وما معنى الإعلام وما تأثيره، وخصوصا في هذا الزمن الذي انتشرت فيه كثير من وسائل الإعلام. فإلى حلقتنا المباركة، نبدأ ونستفتح بشيخنا ودكتورنا الغالي الدكتور حسن سلمان. دكتور حسن، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. حياكم الله في هذا الموضوع الإعلامي الشيق الماتع الذي إن شاء الله يعني نفيد به مجتمعنا الإريتري، ونفيد به إن شاء الله أيضا حتى وسائل الإعلام المنتشرة. مقدمة عن الإعلام في ضوء الكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يرتبط الإعلام ابتداء مع الإنسان منذ لحظة وجوده، تتطور وتختلف وسائله ووسائطه وأدواته، ولكن جوهر الإعلام واحد موجود. جوهر الإعلام منذ اللحظة التي نزل فيها آدم وخلق فيها آدم بدأت معه الحالة الإعلامية، يعني ليست حالة جديدة، هي عملية اتصال وتواصل وإخبار وإعلام. كانت في البداية بشكل مباشر بين الملائكة وآدم والله سبحانه وتعالى، ثم تحولت بعد ذلك إلى عبر الوسائل من خلال جبريل، محمد، والرسل عموما يعني. فما أريد أن أقوله جوهر الحالة الإعلامية، الوحي نفسه إعلام. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم خلقه بمراده. يا سلام. يعلم خلقه بمراده، وتنتقل بعد ذلك ما يريده الله سبحانه وتعالى منا عبر الوسائط. الله سبحانه وتعالى يخبر جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أي رسول يعلم بعد ذلك قومه. تبدأ هنا الاختلاف يأتي في الطرائق بعد ذلك. هل والله الحديث يكون حديثا مباشرا أم سيكون حديثا غير مباشر؟ هل ستدخل فيه عملية التمثيل؟ هل سيدخل فيها عملية الصورة؟ هذه كلها تدخل بعد ذلك في الوسائط. لكن دعني أقول بأن الرسالات كلها اعتمدت فكرة الإعلام، فكرة الإخبار، فكرة الأنباء والإنباء.
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. فهذا كل ذلك نوع من أنواع الإعلام، وبالتالي الرسالات تعطي هذا المجال بعدا حقيقيا لأنه يرتبط بالإنسان وما يريد هذا الإنسان تحقيقه على وجه هذه الأرض، وما يريده الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان عبر هذه الرسالة. فالرسالة بطبيعتها رسالة إعلامية، والرسل هم قادة هذا الموضوع. يعني أي رسول لا بد أن يباشر حالة إعلامية، يعني لا بد أن يوصل رسالة الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي يستطيع الطرف الآخر أن يفهم بها هذه الرسالة. بعض الوسائل الإعلامية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم كمثلا الشعر، وكذلك مثلا يعني لو تعلق علينا ما يقال بعبارة وصباحاه وصباحاه، وأيضا وسيلة الأذان الذي هو الإعلام. تعليقكم حول هذا الشيء؟ نعم، على كل النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى التي بعث فيها ونزل عليه جبريل ويخبره بدأت معه الحالة الإعلامية، وصار يتخذ من الوسائل ما يجعل الكل يسمع لكلامه عليه الصلاة والسلام. فتارة يأتي على جبل الصفا وينادي في الناس، يهتف بكل الناس تعالوا تعالوا، فإذا جاء الناس قال لهم أرأيتم لو قلت لكم أن عدوا خلف هذا الجبل يريد أن يغزوكم. هذه ممارسة إعلامية وفيها شد أيضا للشخص المستمع. فهو يستخدم حالة الإثارة والتشويق ومحاولة أن الطرف هذا يجب أن يلتفت إليه، ثم يقول لهم إن الله سبحانه وتعالى بعثني بلا إله إلا الله. ثم أيضا من الوسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى الأسواق، محاولة الوصول إلى مواقع تجمعات الناس ليوصل صوته. يعني هو كل ما يريد أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هي إيصال الصوت. يا سلام. الآن الحمد لله تيسرت لنا إيصال الصوت، الآن أنت تخاطب ملايين من الناس، لكن في وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج أن يذهب إلى الطائف، يحتاج أن يذهب إلى الأسواق، سوق عكاظ، غيره من المنابر، ويتعرف على القبائل، يخبرهم بدعوة الله سبحانه وتعالى، يسر لهم أحيانا، يعلن لهم أحيانا. فاستخدم كل الوسائط التي فعلا تساعده في إيصال رسالته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أيضا جاءت قضية أنه كيف الآن ننادي الناس مثلا في موضوع الصلاة. فبدأ الصحابة يتشاورون، بعضهم يقول والله نستخدم الناقوس أجراس التي يستخدمها النصارى، بعضهم كذا. في النهاية اهتدوا إلى قضية الأذان، والأذان نفسه إعلام، وأذن في الناس بالحج. وهذا طبعا أكبر آذان عالمي هو آذان الحج، وأذن في الناس بالحج. وأن هذا النداء الإبراهيمي إلى يومنا هذا سبحان الله يتسامع الناس هذا الأمر ويتواصون به. فعلى كل إن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من كل الفرص التي فعلا أتيحت له، كما أيضا أنه استفاد من قضية الشعر في حسان عندما كان يقول له ارمهم وروح القدس معك. فكان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوة الكلمة ودور الشخصية، دور ما يمكن أن نسميه بالشاعر الذي يندرج في النهاية في ضمن منظومة الشخصية الإعلامية. الشخصية الإعلامية، نعم، الشخصية الإعلامية. نعم. فهو دور كبير جدا، دور كبير جدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وروح القدس معك هنا فيها إشارة إلى طبيعة المرجعية التي يستند إليها رجل الإعلام. ففرق بين أن تستند إلى روح القدس وتنطلق من روح القدس وتنطلق من مرجعية الكتاب وهدايات الكتاب، ومن أن تجعل مرجعية الشيطان وهدايات الشيطان هي المرجعية. سنأتي على هذه النقطة إن شاء الله، الإعلام الهادف وغير الهادف. لكن بعضهم يقول أن البث المباشر استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القدس، وكذلك في يا سارية الجبل. تعليقكم؟ الله يبارك. هو على كل أنا طبعا من الذين يؤمنون بأن كل ما تصله البشرية الآن هو منتهى ما وصله الرسل في حالات الإعجاز. عجيب. يعني النبي صل الله عليه وسلم في قضية الإسراء، في قضية المعراج، كل الوسائط اللي نحن عايشينها الآن هي نفسها، يعني ما يمكن أن تصله البشرية. منتهى ما ستصله البشرية في عالم التكنولوجيا ستلاحظ مثلا ما فعله نبي الله سليمان في الانتقال وترحيل يعني ما يقال اليوم بأن وسائل الإعلام المنتشرة حاليا لم تسخر للأنبياء، فقد سخرت لنا. لكن لا، ليس صحيحا، ليس صحيحا. أنا أقول هي عملية الإعجاز الذي أوتيه الأنبياء هو الطفرات المعرفية في زمانهم. يعني موسى عليه السلام عندما شق له البحر، اليوم أنت تشق البحار بوسائلك. نبي الله سليمان عندما سخرت له الريح وسخر له حالة النقل، نقل القصور.
إلى الآن طبعا البشرية ما واصلة أنك تنقل قصر كامل، لكن على الأقل عندك فكرة الآن. نقل الكرسي يا شيخ حسن، المهم هل وصل إليه اليوم؟ أيكم يأتيني بعرشها قبل ما يأتيكم أقول لك مني؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صحيح. يعني في لحظة وجد أقل من ثانية وجد الكرسي. هل البشرية وصلت إلى هذا؟ لم تصل طبعا، ولذلك الآن وهل ستصل؟ قد تصل يعني هو منتهى ما وصله الرسل، منتهى ما ستصله البشرية هو منتهى ما وصله البشر. فعندك فكرة الطب مثلا، ويعني الآن عيسى عليه السلام نموذج في الطب، يعني لما يقول وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. الآن الموجات الصوتية كلها صارت القضية بالنسبة لك مكشوفة، يعني الطبيب يستطيع فعلا. فالإعجاز هو حالة من الطفرات العلمية الهائلة اللي في وقتها ما كان العقل يستوعبها، ولا متوفرة أيضا لها الأرضية العلمية ولا الآليات ولا الأدوات، لكن ستصل البشرية بطبيعة الحال إلى هذا. شكرا دكتور حسن على هذا البيان الجميل. سنواصل معك الحديث إن شاء الله. أستاذ أحمد، أرحب بكم مجددا يا هلا وسهلا في هذا اللقاء، ومع نقطة مهمة: حرية الصحافة والإعلام في إريتريا، طبيعة الإعلام. قبل ذلك موجز الحديث عن تاريخ الإعلام والصحافة في إريتريا، موجز عن تاريخ الإعلام والصحافة. كنت قد تشرفت باللقاء بكم قبل يومين وبلغة التجرينيا، وحقيقة استمتعنا كثيرا سردكم للتاريخ الصحافي الإعلامي في إريتريا. يا ريت تتحفون به باللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك الشيخ برهان سعيد، وشكرا للدكتور حسن سلمان، وشكرا لشبكة سلام الإعلامية. أنا سعيد غاية السعادة أن أشارك هذه الندوة، وخاصة وجود شخصين عزيزين أعتز بهما أيما اعتزاز. قبل أن أدخل إلى بارك الله فيكما، قبل أن أدخل إلى تاريخ الصحافة والإعلام في إريتريا، دعني أضيف شيء بسيط على ما تفضل به الدكتور حسن سلمان، وهو أن أركان وقواعد الإسلام كلها لو دخلنا فيها بالتفصيل سنجدها شكل من أشكال الإعلام كلها على بعضها، يعني سواء كان لو نظرنا إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصوم، إلى الحج كما أشار فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. ولذلك حتى الصلوات الخمس المفروضة، الصلاة الجماعية، أن لا تكون صلاة مقبولة لمن يسمع الأذان، حتى صلاة الجمعة بحد ذاتها أكبر تجمع إعلامي معروف. ولذلك لو تعمقنا في أركان وقواعد الإسلام نجدها أنها قائمة على فلسفة الإعلام المرسل والمتلقي. ولذلك هنالك علم يسمى بالإعلام الإسلامي من منطلقات ومرتكزات إسلامية. وأنا أقول متجاسر ومتيقن أن كلما وصلت إليه الآلية الإعلامية الغربية هو منقول عن الإسلام، بس أدوه إطار آخر منقول عن الإسلام، لأنه نحن نؤمن على أن الإسلام كما قال الله ما فرق الكتاب من شيء، كل ما هو تعيشه الأمة منذ بدايتها إلى نهايتها هو الإسلام. هذه إشارة عابرة، وبوجود الدكتور حسن سلمان أنا لا أتجاوز أن أدخل في تلك المفاهيم. الله يجزاك خير. شكرا على هذه بارك الإضافة. الله فيك. عطفا على السؤال، يعني تاريخ الصحافة والإعلام في إريتريا، هو تاريخ الصحافة والإعلام في إريتريا مر بمراحل، وسأوجز الحديث في ذلك بمراحل. نستطيع أن نقول مراحل استعمارية ومراحل وطنية، بين قوسين بالنسبة للوطنية هكذا مجبورون أن نقول بين الوطنية، لكن الاستعمار ده نقوله دون أي أقواس. ولذلك الفترة الإيطالية لم تكن هنالك مشاهد ملامح لإعلام إريتري. نستطيع أن نقول منذ الانتداب البريطاني إريتريا 10 سنوات بدأت تتشكل الملامح للإعلام الاستعماري في إريتريا. في عهد الاستعمار الإثيوبي بفترتي هيلة سلاسي والدرب، وعلى الرغم من اختلاف المنطقات الأيديولوجية والفكرية، ولكن تماهى الإعلام بشكل من أشكال التعامل مع المنظومة الاستعمارية، ورسخ لمفاهيم معينة، بمعنى يعني بدأ رسخ الإعلام لمفاهيم أحادية.
يعني نفهم أن نعم، بدأ الإعلام في العهد البريطاني، الاستعمار البريطاني. في الاستعمار البريطاني بدأ الإعلام بشكله، يعني عندما ننظر إلى عدد الصحف والمجلات التي كانت تصدر، الإذاعة ما كانت كثيرة، فنجدها أنه بدأت يعني، وإذا رجعنا للتاريخ وحظينا أنه نرجع للوثائق والمستندات، كانت هنالك أقلام ورؤى إعلامية يعني ربما لم تشهدها إريتريا حتى الآن في الفترة دي. لكن مع وجود الاستعمار الإثيوبي أخذ الإعلام منحى آخر في بعده العقدي وفي بعده السياسي المؤدلج على فكرة الانضمام إلى الأمة وما إلى ذلك. هنا تراجعت المسألة، ولو لم تكن فترة الكفاح المسلح أنا أستطيع أن أقول أن فترة الكفاح المسلح زي عملت وقفة بتاع تأمل في العمل الإعلامي، وإن لم يكن كذلك ربما يعني كنا سنقف على يعني مشكلة إعلامية أكبر مما هي عليه الآن، لأنه الإعلام في فترة الاستعمار الإثيوبي ارتبط بمفهوم عقدي ومفهوم سياسي، حيث كانت الكنيسة، وهذا ليس في ذلك أي حرج ولا أي، لعبت دور كبير في المنظومة الإعلامية واستطاعت أن تشكل عقلية. حتى الآن هنالك من لم يستطع أن يتحرر من تلك العقدة. في فترة الكفاح المسلح أخذ الإعلام إعلام تحريضي بحت، ليس هنالك فكرة إعلامية غير أن تسقط هذا المستعمر، وبالتالي دخل الإعلام في إشكالية العمل بالمنظور والمفهوم العلمي المتطور. طيب قبل أن ننتقل أستاذ أحمد، قبل أن ننتقل إلى مرحلة الكفاح المسلح، دعنا نشير بعض الصحف التي كانت فعلا أو بعض وسائل الإعلام في الفترة البريطانية، لو تحدثنا وعن أهم الإعلاميين والصحفيين. والله قد لا تحضرني أسماء الآن، ولكن باطوق ربما كان من بين الكتاب، وكان هنالك شعراء شيخنا الفاضل، كانوا شعراء وكتاب. القصيدة التي كتبت في استشهاد القائد الشهيد الزعيم أبو الشهداء إذا صحت العبارة عبد القادر كبيرة، أنا كلما أقرأ تلك القصيدة أقول يعني فيها شحنة وصدق وعمق في التعبير والفكرة. وعندما توفي مفتي الديار الإريتري إبراهيم المختار، الرثاء كان موجود وكثير من الأقلام والكتاب، أنا لا تحضرني أسمائهم، ولكن أشير بإشارات عابرة إلى جريدة العلم. جميل. في فترة الانتداب البريطاني كانت باللغة العربية والأمهرية. العلم. تمام. وأعتقد أن العلم دي اللي كانت في إثيوبيا أديس هي مأخوذة من تلك التجربة، وعلى رئيس تحريرها الذي توفي له الرحمة والمغفرة مين طلسم رحمة الله عليه. والأسبوعية الإريترية كانت بالعربية والتجرينية، ومجلة الشهر بالعربية، الجريدة العربية، جريدة الزمان التجرينية، جازيطة الإريترية، صحيفة الأحد، مجلة المدرسين، الوحدة، صوت إريتريا بالعربية والأمهرية، صوت الرابطة الإسلامية، الجريدة الإثيوبية، نور إريتريا. هي فترة الانتداب البريطاني كانت خليط بين الفكرة الإثيوبية البريطانية، لأن أنا أقول إنه الفترة البريطانية كانت هي تمهيد لدخول إثيوبيا وتهيئة صوت الرابطة الإسلامية. الاستعمار الإثيوبي. صوت الرابطة الإسلامية كان صحيفة أو إذاعة؟ لا نحن لم ندخل على إذاعة بعد لحد الفترة هذه، كل هذه صحف، كل هذه صحف يعني الإذاعات. تاريخ الإذاعة يا شيخنا الفاضل بدت في فترة الكفاح المسلح في الميدان، وتحديدا في بعض المدن والعواصم، القاهرة، الخرطوم ودمشق، من هناك. وبعدين طبعا برضو الجبهة الشعبية في صوت الإريترية التي كانت، وربما في فترة الاستعمار الإثيوبي بدت الإذاعة الإقليمية اللي هي سنماسيا، كانت بالتجريت وبالتجرينيا، وكانت تعمل للفلسفة والفكرة الاستعمارية الإثيوبية. هذه ملامح لفترة وما يجب تأكيده أنه في فترة الانتداب البريطاني والدخول الإثيوبي، وإن كان بشكله الثنائي، نحن زي السودان يعني الحكم الثنائي، ينبغي أن نقول، ودي إشارة أنا تاريخية أشير لها، لا نشير فقط انتداب بريطاني لوحده، لا بد أن نقول كان الحكم الثنائي أو الانتداب الثنائي أو الاستعمار الثنائي.
البريطاني الإثيوبي المشترك كالحالة السودانية المصرية البريطانية. طيب جميل. ما الكفاح يجب المسلح إليه أن معظمها كانت باللغة العربية، معظمها كانت باللغة العربية. طيب أستاذ أحمد، أهم وسائل الإعلام في الكفاح المسلح، دعنا نقسم التاريخ: المرحلة البريطانية، مرحلة الكفاح المسلح، مرحلة ما بعد الاستقلال، مرحلة ما بعد الاستقلال. نريد يعني نبذة سريعة عن أهم الصحف وأهم الوسائل. الصحف في عهد الثورة كان التركيز على الصحف أكثر، والمجلات الشهرية والنصف الشهرية والدورية كمان الستة أشهر. ولكن معها يعني تنبه القائمين بالعمل الثوري والنضالي لأهمية الإذاعة، وأهمية الإذاعة في مجتمعات العالم الثالث هي مهمة جدا، لأنه يستمع إليها أكبر عدد من الناس، مستويات تعليم مختلفة وما إلى ذلك، والسماع إلى الإذاعة هو أسهل، والتأثير الإذاعي في المجتمعات العالم الثالث تأثيره أقوى. لذلك درجت الجبهتان، الجبهة الشعبية وجبهة تحرير إريتريا في البداية، الاهتمام بالعمل الإذاعي لإيصال صوت الثورة والتحريض والتفعيل. ولكن نستطيع أن نقول أن تلك المجلات صحف بشكل هنا ما كانت موجودة، هي عبارة عن مناشير وتأخذ وتطبع في شكل مجلات، كانت بالعربية والتجرينية معظمها في الجبهتين، وإن كان في جبهة التحرير الإريتريا كان اللون العربي فيه أكثر، ولكن استخدمت فيها اللغتان العربية والتجرينية إلى درجة التساوي. لكن أستطيع أن أقول إنه المجلات لعبت دور في التوعية بالنسبة للمتعلمين أو أيا كانت مستوياتهم، إنما الإذاعات لعبت الدور الكبير في تأليب الجماهير والصفاء أهم هذه الإذاعات على الثورة. أهم هذه الإذاعات كانت في إذاعة لجبهة التحرير الإريترية من بغداد، إذاعة كذلك لجبهة التحرير الإريترية في القاهرة. وكانوا طبعا، أنا هنا لابد أن أترحم على بروفيسور صافي إمام موسى الذي كان يذيع مع ولد أب ولد مريم نائب بو يهبو زي ما يقال، فكانوا من القاهرة. وفي الخرطوم كانت برضو إذاعة تابعة لجبهة التحرير. فنستطيع أن العواصم الثلاثة هذه، الخرطوم يعني أم درمان ودمشق وبغداد، هناك كانت تنطلق الإذاعات الموجهة للجمهور. بعد ذلك دخلت صوت الجماهير الإريترية من الميدان، دي نشأت في الميدان. أنا لا أستطيع أن أقول هل كان لجبهة التحرير الإريترية إذاعة في الميدان، أعتقد لم يكن لها، كانت كلها من برا. ولأنه الفترة 10 سنوات العشرية الأولى، الجبهة دخلت في العشرية الثانية في تاريخ ومنعطف آخر، وجرى عليها ما جرى. بالتالي الإذاعة التي أثرت ولعبت دور كبير في الوعي الوطني الثوري النضالي كانت إذاعة صوت الجماهير الإريترية من البيدان التي بدأت في السبعينيات. وإذاعة سنماسيام اللي كانت في أسمرة، فرع تابع لأديس أبابا، ساعتها بالتزامن، لأن المناوشات بين الإذاعتين كانت موجودة. حتى كان في أشهر برنامج إذاعي ما تردده الأصوات المعارضة ولا حاجة، يرصد الإذاعة بتاع سنماسيام بالتجرينية والتجريت ثم يرد عليها. ونفس الشيء برضو الإذاعة كانت تصف بالتجريت لشفتيت وكذا، كان يقولوا عليهم كثير من الأشياء. فنستطيع أن نقول إنه حتى إذاعة سنماسيام لعبت شبه مزدوج، لأنه كثير من الذين كانوا يعملون في سنماسيام كانوا هم أعضاء في الخلايا السرية والمنظمات الجماهيرية، زملائنا نعرف منهم عدد من الناس. فنستطيع أن نقول إنه الإذاعة التي لعبت دور كبير في التأثير الجماهيري والنضال والكفاح إذاعة صوت الجماهير، ليس لأنها كانت وطنية أكثر، لكنها يعني استلمت الميدان وخلى الميدان لها. طيب جميل جدا. الظروف الإقليمية والدولية ساعدتها، فدخلت أسمرة 91 والتحقنا بها بعد أسمرة 91، وذلك تاريخ آخر. الله ينعم. سأعود إليك في التاريخ الآخر الذي ختمت به كلمتك الآن، بعد أن أخذ فاصل مع الدكتور حسن سلمان، ثم نعود ونتحدث عن كذا. طيب مشاهدي الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم بسؤال أخونا منصور أقابة عبر التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
سنعود إليكم. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. السلام عليكم مشاهدي الأكارم، عدنا والعود أحمد. نواصل الحديث الممتع مع دكتورنا وضيفينا الغاليين. أخونا منصور أجاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك يسأل ويقول: ما هو دوركم إعلاميا للشعب الإريتري في الداخل؟ ما هو جوابكم دكتور حسن؟ يقول: ما هو دوركم أنتم؟ لعله يعني والله هو دورنا ودور كل الإخوة القائمين عموما الآن في العمل الإعلامي في الخارج، بما أن الوضع في الداخل طبعا غير متاح أصلا أن يكون هنالك عملا إعلاميا في داخل إريتريا بطبيعة الوضع القائم. لكن كل الشغل الإعلامي الآن موجه أصلا في حقيقته للداخل، بما في هذا البرنامج من خلال النايل سات. الآن شبكة السلام تشاهد في داخل إريتريا، تسمع هذه البرامج، تبدي ملاحظاتها، تتفاعل معها. هذه كلها قضايا في نهاية المطاف نحن نستهدف بها شعبنا في الداخل. كما أيضا هنالك القنوات والإذاعات الأخرى، إذاعات تنطلق من أوروبا، من كندا، من غيرها. هنالك العديد حقيقة من وسائط الإعلام. أضف إلى ذلك الشبكات اللي هي الشغل الإلكتروني عموما، مواقع التواصل الاجتماعي، كلها أيضا موجهة إلى الداخل. فما أريد أن أقول بأن الوضع في الداخل في أولويات اهتمامات كل العاملين عموما في الشأن الإعلامي، وكل الخطاب في النهاية موجه إلى الشعب في الداخل. جميل. طيب دكتور حسن، يعني فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام والإعلام الهادف وغير الهادف، أولا لو تعطونا إشارة. يعني أستاذ أحمد شريف في كلامه أعطى بعض الإشارات أن معظم الإعلام في العهد البريطاني، بل وحتى في عهد الكفاح المسلح، كان هو إعلام سياسي وله أهداف سياسية أو أهداف عقدية. تعليقكم حول هذا أولا، ثم حرية الإعلام في إريتريا عبر التاريخ، حرية الإعلام في إريتريا عبر التاريخ. نعم، أول بعض الإضافات على ما ذكره الأستاذ أحمد شريف في المراحل، أنا أتفق معه عموما، مع إضافة بسيطة في موضوع التجربة الإيطالية. هي صحيح الإعلام الإريتري كإعلام الإريتري يؤرخ له من العهد الإنجليزي، لكن العهد الإيطالي كانت فيه مجموعة من الصحف بسيطة موجهة باللغة الإيطالية وموجهة بشكل ممنهج من الاحتلال، فلم يظهر فعلا الإعلام الإريتري، لكن كان في صحف عموما إيطالية موجهة إلى الداخل الإريتري. النقطة الثانية، أحب أيضا أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، بما أننا نحن كانت قضيتنا قضية تحرر وطني، وأنت محتاج إلى خطاب موجه إلى الداخل يعبئ الجماهير، يشكل رؤاها، يصنع فيها على الأقل حالة من التعبئة نحو قضيتها. لكن أنت أيضا محتاج إلى حالة أخرى، وهو ما يمكن أن نسميه بالإعلام الخارجي، الذي يخاطب القضايا، يخاطب الشعوب الأخرى ويجعلها تتعاطف مع قضيتك. هنا أنا لابد أن أشير إلى مكاتب الإعلام الخارجي لجبهة التحرير الإريترية. كان من أقوى أعتقد أنواع الإعلام المتجهة من الخارج، ولكنها تخاطب بشكل كبير الدول والحكومات والأحزاب العربية، وخصوصا مكتب بيروت أعتقد كان من المكاتب الكبيرة جدا. أضف إليها يعني مكتب دمشق، مكتب بيروت، مكتب القاهرة، بغداد، كلها، عمان، الرياض، كلها كانت مكاتب، وحتى اللي كانت في باريس. يعني كان الشغل الأساسي لها هي محاولة كسب التعاطف الدولي
وأنت تعرف القضاء إذا لم تجد تعاطف دولي أو لم تجد محيط إقليمي يشعر بعدالة هذه القضية يبدو. فأنا أتفق مع الأخ أستاذ أحمد شريف ما يتعلق بصوت الجماهير في أنها كانت على المستوى الداخلي لها تأثير واسع، لكن على المستوى الخارجي تكاد لا تجارى جبهة التحرير الأريترية أو قوات التحرير الشعبية بقيادة عثمان صالح سب عليه رحمة الله، كان لهم دور كبير جدا في كسب الحاضنة العربية بشكل عام في أن والله عدالة الثورة عدالة القضية. فكان لها منشورات وكان لها مجلات وكان لها صحافة وكان لها كتب، كان لها مكاتب ترجمة وترجمت العديد من الكتب وألفت العديد من الكتب. هذه فيما يتعلق هذا الجانب أيضا مهم. أيضا أضيف هنا مسألة مهمة. طبعا هنا لابد أن أشير إلى أن كل حزب من الأحزاب وتنظيم من التنظيمات له أيضا صحف، جزء منها متعلق بالشباب، جزء منها متعلق بالعمال بالفلاحين. حتى الجبهة الشعبية نفسها مع الإذاعة مع صوت الجماهير كان عندها كتلة كبيرة جدا مما يتعلق بالإعلام، جزء منه متعلق بالجيش، جزء متعلق بالفلاحين بالمرأة. فهذه أيضا مسألة لا بد الإشارة حقيقة واسعة جدا، وخصوصا بعد أن انهارت جبهة التحرير واختزل المشهد السياسي بشكل عام في إطار الجبهة الشعبية، اتسعت مساحات الخطاب الإعلامي للجبهة الشعبية وصار كل جناح من الأجنحة أو كل فئة من الفئات عندها تقريبا صحيفة للشباب للطلاب للشبيبة للمرأة، فاتسعت عموما مساحة. هنالك أيضا إعلام مهم جدا في مرحلة ما قبل الاستقلال، وهو ما أسميه بالإعلام الإسلامي الذي ظهر في الفترة من 95 إلى 91. هذه الفترة أيضا ظهرت فيها الحركة الإسلامية بأصنافها المتعددة، وظهرت هنالك صحيفتان كان لهما صدى كبير جدا، وخاصة الصحيفة الأولى اللي هي صحيفة الغرباء التي كان يصدرها الاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا، كان من أقوى الأصوات الإسلامية التي برزت في تلك الفترة. يعني ما بعد 85 استمرت تقريبا إلى 89-90 كانت هذه الصحيفة مستمرة. واكبت هذه الصحيفة بعدها بفترة أيضا تقريبا بسنة أو سنتين ظهرت أيضا معنا صحيفة البشير. وكلا الصحيفتين سبحان الله كانوا لكيانات طلابية، صحيفة الغرباء للاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا، وصحيفة البشير كانت للاتحاد الإسلامي للطلاب والشباب الأريتري. فكانت هاتان الصحيفتان أعتقد من الصحف. ثم بعد ذلك دخلت طبعا صحافة الحركة الإسلامية والتيارات الجهادية. لما تأسست حركة الجهاد الإسلامي أيضا نشأت صحيفة الجهاد، ثم صحيفة النذير، ثم صحيفة يعني نشأت مجموعة من المجلات إلى التحرير، يعني هذه إلى فترة التحرير. فعموما هذا هو المشهد في تقديري العام اللي ظهر فيما قبل التحرير. فيما يتعلق بموضوع الحرية والهدف، أيوة نعم، فيما يتعلق بموضوع أنا أتفق فيما ذكره الأستاذ أن مرحلة ما قبل التحرير الهدف كان واضح، إنه والله حشد الكل نحو مشروعية الثورة الإريترية وعدالة هذه القضية والتعبئة الجماهيرية لهذا الهدف. ده كان يبقى بعد كده كل واحد بيحاول على كل ينطلق من أرضية معينة، لكن الهدف كان تقريبا هو مسألة عدالة القضية والتعبئة الجماهيرية لهذه القضية. ده كان الهدف الأساسي فيما يتعلق والهدف العقدي للأسف الشديد الأهداف العقائدية لو استثنينا فترة ما كانت تبثه الحركات الإسلامية لم يظهر أبعاد عقائدية يعني ذات بعد منطلقة من الحاضنة المجتمعية بشكل كبير. يعني دخلت في فترة من الفترات مثلا الصحافة في أبعاد أيديولوجية، لما ظهر مثلا حزب العمل الإريتري في جبهة التحرير هنا أخذنا بعد أيديولوجي وبدأت تفسر كثير من القضايا بتفسيرات على كل ذات طابع ماركسي وغيره. يعني فهذه واحدة من الإشكالات. الجبهة الشعبية أيضا حاولت تنطلق من ذات المفاهيم أيديولوجية إلى حد كبير، لكن ربما الجبهة الشعبية كانت أقدر في الخطاب الحشدي وتحريك الناس نحو الرؤية المركزية من بقية الاتجاهات، ومع ذلك لم تستخدمه كثيرا. نعم. لكن ثم أيضا كان هناك توجيه عقائدي، يعني فيما يتعلق باللادينية اللادينية، نعم، والشيوعية البحتة، الدعوة إلى هذا وترسيخ هذا المفهوم في قلوب الجيش وفي قلوب كل المنضمين إلى الجبهة الشعبية. كان هذا يبدو لي أنه هذه على كل كانت موجود. هذه جزء كبير منها كان ينطلق مدرسة الكادر، وما كان دائما يحرص على نوعين من الخطاب: الخطاب النخبوي الذي تتعبأ له ما يعرف بحزب الشعب الثوري اللي هو كان حزب داخل الجبهة الشعبية، هذا
تفسر له الأمور أو يعطى كل الجرعات الكافية لما يتعلق بالأبعاد الأيديولوجية للثورة. جميل. طب أين الدور الإعلامي الإسلامي؟ نعم. الإعلام الإسلامي أين دوره؟ أستاذ أحمد أشار على صوت الرابطة وعلى بعض من كتبوا في رثاء عبد القادر كبيرة رحمه الله والشيخ إبراهيم المختار ببعض الأشعار. على كل فيما يتعلق بالإعلام الإسلامي، أولا الرابطة حقيقة من يقف على صحائفها ومجلاتها ووثائقها، وأنا حقيقة أتيحت لي فرصة لأن أطلع على جزء من هذه الوثائق في فترة من الفترات. تلاحظ كما تفضل الأستاذ أحمد شريف الخطاب خطاب عالي جدا، الرؤية السياسية فيه عالية، الهوية الإسلامية فيه كانت أيضا عالية، إلى حتى بدايات جبهة التحرير الإريترية. إذا وقفت على منشورات جبهة التحرير الإريترية في أيامها الأولى أنت تقول والله هي امتداد لفكرة الرابطة الإسلامية من حيث خطابها ومن حيث الأهداف والتعبئة للجهاد، الاستدلال بالآيات القرآنية. حتى بدايات جبهة التحرير البلاغات العسكرية كانت هذا النمط فيها سائد. فالرابطة مثلت على كل في فترة مرحلة الخمسينات مثلت الرابطة ما يمكن أن نسميه بتطلعات المسلمين بشكل عام. جميل. ولو وقفت كذلك على خطاباتها حتى في الأمم المتحدة تلاحظ هذا النفس كان حاضرا، يعني النفس الإسلامي. كانت هنالك صحيفة اسمها صحيفة المنار، وكانت في الخمسينات أيضا، وكان القائم عليها لعله بشير صالح برحته. هذه سبحان الله لعلها كانت متأثرة بالمنار للشيخ رشيد رضا والله أعلم. فهي كانت صحيفة إسلامية، على كل كانت صحيفة إسلامية وتصدر باللغة العربية، وهي بدايات على كل. بعد ذلك كما تفضلت ظهر الإعلام الإسلامي في إطار الجماعات الإسلامية، ولا زال يبدو لي هذا النوع من الإعلام على كل موجود وقائم. موضوع الحرية، إذا أردنا أن نقول والله الحرية، دعنا نقول بأن والله فترة العهد البريطاني لما اتسمت به عموما من تشكيل الأحزاب وبعض الهوامش التي منحت للإريتريين في الإعلام هي أحسن فترة، من حيث أنه والله صدرت فيها كمية هاي، يعني ربما هنالك 25 صحيفة، جزء منها باللغة الإيطالية، باللغة الإنجليزية، باللغة العربية، بالتجرينية، بالأمهرة، يعني 25 صحيفة تقريبا كانت تصدر في ذلك العهد. لك أن تتصور الآن أنت ذلك العهد المحيط الذي كنا فيه بما فيه المحيط السوداني مثلا، في 54 53 قد ما تكون هنالك صحف بالمعنى الذي نتكلم عنه، لكن في إريتريا كانت هذه الصحافة تأخذ حيز واسع جدا، وهنالك من المقالات كما تفضل الأستاذ أحمد شريف مقالات فعلا ممتازة جدا، أسلوبها راقي، لغتها بشكل كبير كانت لغة قوية. فعلى كل الحرية هل كانت تتمتع بحرية أو لا، أو هي كانت تابعة؟ لا كانت لا هي في هامش حرية في البدايات، كان في هامش حرية، لكن ما الذي حدث؟ بعد أن تدخل ما سماه أخونا أحمد شريف بالفكرة الثنائية هذه اللي هو العهد الثنائي، دخلت إثيوبيا على الخط، هنا بدأ التأثير على مكون أساسي داخل المجتمع، فظلت خطابات الرابطة الإسلامية إلى حد كبير فيها هامش، وتتكلم عن الهموم الوطنية وتتكلم عن ما يتطلع إليه الشعب الإريتري، وكان خطاباتها قوية جدا. لكن لوحظ بأنه بعد فترة فرضت على هذه الصحف نفسها رقابة من السلطة الفوقية، فضاقت الهوامش في العهد الليناوي، وأرادوا الخطاب كله أن يكون خطابا متماهي مع موضوع الوحدة وموضوع الانضمام إلى إثيوبيا، لكن في البدايات لا، كان في مساحة. هل كان هناك ما يسمونه بتكميم الأفواه؟ لو قارنت مع واقع اليوم لم يكن هنالك تكميم أفواه. يعني كممنا في العهد تم التكميم في هذا العهد. يعني مثلا لما كنت عندك صحف صحيح، يعني بيقول لك والله الرقابة القبلية، يعني أنا أفضل لي أن تخرج صحيفة وفيها رقابة قبلية ولا يكون أصلا ما في صحافة. يعني في إطار وجود صحافة تستطيع أن تخاطب الناس يحصل على الأقل نوع من الارتقاء بالناس، ما يمس السلطة بشكل مباشر قد تتحفظ عليه، لكن نحن الآن لا في العيل ولا أعود إليك. نعم. أستاذ أحمد، نواصل الحديث معكم حفظكم الله فيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة من المرحلة التاريخية للإعلام الذي نحن عليه، وليست هي الأخيرة في الحقيقة، ولكن ما وصل إليه الإعلام الإريتري في هذه الفترة. ما تعليقكم؟ أولا نتفق مع ما أشار إليه الدكتور حسن سلمان في ما تفضل به. هو سؤال كبير،
يعني هذا المستعمر أنا كما أسميه لعب على مسألتين مهمتين جدا، واحدة الإعلام والثاني المبدعون. المبدعون لما نقول الشعراء والفنانين والموسيقيين وما إلى ذلك، استخدم الإعلام لهذه المسألة، وبالتالي من هنا السؤال كبير جدا جدا ولا يمكن الإجابة عنه إلا بساعات، ولكن سأختصر. يعني فيما يتعلق، أول أنت سألت حضرتك الحرية، ليس هنالك حرية مطلقة في العمل الإعلامي كعلم، ولكن هناك موضوعية متناهية. فالحرية المطلقة في العمل الإعلامي مش موجود لا في المدرسة الغربية ولا في المدرسة برضو الإسلامية فيما يتعلق بالعمل الإعلامي. هنالك ضوابط يصنعها الجيت كيبرز اللي هم القائمين بالعملية الاتصالية، أحيانا تكون شخصية وأحيانا تكون مؤسسية وما إلى ذلك. أنا داير أديك مثال شيخنا الفاضل يعني لمفهوم العمل الإعلامي اللي كان موجود. أولا كان هنالك، لا يمكن أن أقول أنا وأقول بثقة، إريتريا بالذات ما بعد 91 كما تفضل الدكتور حسن سلمان، إنه بعد 91 إلى تاريخه لا يوجد ما يسمى بالإعلام، سواء كان من النظام أو خارج النظام. لذلك أنا أسميه الإعلام الداخلي والإعلام الخارجي، لأنه أن نقول إعلام رسمي ينبغي أن تتوفر فيه شروط، وأن نقول إعلام معارض أو مقاوم ينبغي أن تتوفر فيه شروط، كل الشروط لا توجد لا هنا ولا هناك. الإعلام ما بعد 91 بين قوسين يعني شيطن المجتمع الإريتري ضد حاجتين بأمانة. يعني أولا حاجة اسمها اللغة العربية. صحيح واحد ممكن يقول لي يا أستاذ أنت ما كنت يعني من المذيعين المعروفين في صوت الجماهير الإريترية. إذا دخلنا في التفصيل يعني حتكون ما كان إلا مجرد اسم، ليس إلا مقارنة باللغات الثانية والتجرينية على وجه التحديد، ونحن شاهدين لعصرنا في ذلك الوقت، لا نبرئ ساحتنا أيضا مما قبلنا بذلك الشيء، وهذا موضوع آخر. وبالتالي شيطن المجتمع أو خلاه كأنه هو مفهوم واحد. بمعنى شنو؟ خلى اللغة التجرينية، وأنا أؤمن على أن اللغة التجرينية هي لغة رسمية ولغة وطنية، ولذلك أنا حتى أتحدث للمشاهدين بالعربي والتجرينية، لكن أن تشيطن المجتمع كله ضد لغة معينة وتحشر هذه اللغة في المفهوم الديني البحت والإسلام على وجه التحديد، هذا شيء يعني حتى الاستعمار ما عمل. يعني جميل. على سبيل المثال أنا أشير إلى 3 أشياء. أنا يعني وأعوذ بالله من أنا كنت ربما أول واحد في صوت الجماهير من قال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عجيب. هذا أحمد شريف يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار، وهكذا. ناداني أنا مدير عام الإذاعة، الكلام ده سنة 92، شيوخنا الكرام، فقال لي سنة 92 في صوت الجماهير مدير عام الإذاعة، فقال لي يا أخي نحن عندنا ملاحظات في كلامك، تفضل. أنا حتحفظ عن اسمه لأنه هو أخ عزيز وأستاذنا، وفي نفس الوقت كان مديرنا وهو موجود في الداخل. جميل. فقال لي أنت ليش تقول السلام عليكم؟ أيوة لأنه أدبيا نحن برضو نلتزم بمفاهيم الإعلام. فقال لي أنت ليه تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ هاي الزربازي نوي حاجة. قلت له ليش تقول كده؟ قلت له هذا سلام، السلام ده يعني أنت مستمعك لابد تسلم عليه بهذا الشكل، وهذه اللغة العربية هكذا يسلم عليه. لا، قال لي طيب أنا ما موجودة في مفاهيمنا. قلت له المفاهيم كنتم مفاهيم ثورية، أنتم ما كنتوا تمارسوا عمل إعلامي، أنتم كنتوا بتعملوا آلية حرب لمواجهة العدو وتحريض الشعب من أجل الاستغلال. الآن دخلنا مرحلة جاي، وأنا الوقت ذاك جاي طبعا محمل ومشبع بالنظريات الإعلامية. فقال لي يا أخي لا، قال لي إذا بأهلنا يكونن إذا لمدنا ده ليست ثقافتنا. طيب أنا قلت له لابد أحيي، قلت له أفتح BBC، أفتح في OA، أفتح أي مؤسسة إعلامية حتى ما عنده علاقة. حتى قال لي السلام عليكم ورحمة الله. لا قال لي طيب طالت، طيب نويحة ترب، طيب إيش نعمل؟ قال لي أقيف بس السلام عليكم.
قلت له كيف السلام عليكم؟ معناها مقطوعة. قال لي بس خلي ورحمة الله وبركاته. قلت له ما أقدر أسيبه. طيب خلاص السلام عليكم ورحمة الله بقى تتوبل. خلاص قلت له كويس. هذا كله أنا بحكيه نموذج، هذه وحدي. الحاجة الثانية أنا يعني مرة صدر بيان أيام الأزمة بين اليمن وإريتريا، فصدر بيان مشترك وصادر عن اليمن وجايب بسم الله الرحمن الرحيم تعلن الدولتان كده كده إلى آخر. فكلفت بقراءة هذا البيان. أنا برضه كنت زول بيانات وتعليقات وهكذا يعني، والحمد لله يعني. فكلفت، وساعتها كان القائم بالعمل، وأنا هنا ما حتحفظ على اسمه، حقول اسمه لأنه مسألة متعلقة باسم الجلالة بالذات الإلهية. فكان السيد أحمد طاهر بادوري الإعلامي السفير الكاتب والمناضل، وله كل التقدير والاحترام. أحمد طاهر بادوري كان القائم بعمل الوزير. فأدوني البيان وشلت البيان ومشيت الاستوديو، وقبل ما أتلو البيان صادر عن اليمن بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا شوف الرهبة اللي كانوا عاملين لنا فيها كيف. فدخلت في الاستوديو، كان ينبغي أن أقرأ البيان كما هو مكتوب، لكن قلت ربما يسألوني، يقول لي يا أخي ليه؟ قلت يعني تخاف عشان تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكأننا في مجتمع، يا أخي المجتمع الإريتري ده مجتمع مسلم ومسيحي. شنو بس ما ولد منفذ قدوس لو قال المسيحي فيها شنو، والمسلم لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجتمع الإريتري مجتمع له بعد عقدي في تاريخه، وده مسألة ما دار أتكلم فيها كثير. فوقفت من قبل ما أقرأ البيان، قلت له سوري، فاتصلت بمكتب الوزير فقلت له معالي الوزير موجود الوزير؟ يس. أنت مين؟ أحمد شريف. مين معي؟ سيد بادوري. أهلا وسهلا. في شنو قال؟ قلت له الوقت ذاك ما نتعارف كثير، يعني أنا أعرفه بادوري هو يعرفني، في مذيع واحد اسمه أحمد شريف، ما أعرف كان يقول علينا سوداني ولا شنو ما أعرف، لكن تلك قضية أخرى. فالمهم قلت له معالي الوزير هذا البيان الصادر عن اليمن مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، فهل أقرأ هذه البسملة أم ماذا؟ أنا ما دار يعني أنا ما عشت معاهم وشايفهم يعني الشيطنة والهستيريا والزار الفوبيا الإسلامية الموجودة فيه. فقال لي لا قال لي بلا بسم الله بلا الرحمن، والله العظيم شهادة للتاريخ أنا أقول. قال لي لا بسم الله إلى الرحمن، شيل برا قال لي وأقرأ من تحت الهناية. وقرأت البيان وطلعت. فشوف، ويوم من الأيام أنا جاي كنا يعني عشان أوريك إحساس الشعب وهؤلاء الشياطين والمستعمرين كيف كانوا يفكرون. مرة جايين من تسني، فوقفنا في كرن نتزود. باقي معنا 3 دقائق أستاذ أحمد. لا بد. أيوة بس أقولها. أكملها بس، لكن 3 دقائق بعدين حنخش على في دقيقتين حندخل على جميل جدا أهداف الإعلام. ما هو الهدف منطلقات الإعلام في الفترة ما بين فعشان دار أربط الجماهير. جميل، دار أربط إحساس الجماهير وسياسة أولئك، لأنه المسألة فيها تضاد وتناقض يعني. ففاتح إذاعة القرآن الكريم من مكة المكرمة، وأنا مدرك للمسألة دي وعارف، فداير إحساس هذا المواطن. فقلت له إلا كرن رحيب يا أخي، قلت له كرن رحيب يعني صوت الجماهير. شاب صغير قلت له هل هذه صوت الجماهير؟ قاعد أسمع إذاعة القرآن وقرآن وتفسير وهكذا. قال لي الله أمعل كرن رحيب نجيب فيها نسمع فيها الكلام ده، الوقت ذاك حنعتبرها إذاعة الجماهير. قال هو واثق فيني. فقلت له والله لو المسألة بالأماني ومرادنا كان قلنا الكلام ده. قلت له، فقال لي والله، وذكر اسمي، قال لي والله نعرف مشاعركم وأحاسيسكم في هذه المسألة ولكنكم مجبرون. أنا قاعد ألخص إذا أنا موجود على الخط المباشر شيخنا الفاضل. شكرا لك أستاذ أحمد، جزاك الله خير على هذا البيان الجميل والقصص الجميلة والمواقف. الله المستعان. على كل حال الله غالب على أمره. وفي القصص عبرة لمن يعتبر. يعني حتى القرآن القصص صحيح، لقد يعني كان في قصص لعبرة وحكمة الألباب.
عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن نعم. صدق الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ود علي يسأل شيخ حسن يقول: أين الشباب الإليتي المسلم عن الإعلام، وما هو سبب العزوف عن التفاعل مع الإعلام، ولما الخوف؟ في 10 ثواني، ما الجواب؟ على كل إن للأسف الشديد طبعا الآن الإعلام الإسفيري بالذات طبعا شكرا للأستاذ ود علي، شكرا للأستاذ منصور. نعم. الإعلام الآن هو صار كل شخص طبعا له منصة، بخلاف الإعلام الذي كنا نتكلم عنه، أن تكون في الصحيفة، يكون في السياسات، يكون في برامج أهداف وتأخذ على الأقل وتعطي. هذه على كل الآن الشباب الإريتري أعتقد الآن من أكثر الذين يتفاعلون عموما في الوسائط الإعلامية، بما فيها حقيقة من إشكالات، يعني في سلبيات طبعا لهذا النوع من الإعلام وفي إيجابيات. الإيجابيات في أنه والله ما عادت هنالك جهة تسيطر على الأصوات. يمكن أنت الآن أن تذهب وتقول والله يا أخي سأكون بعد دقائق معكم على الهواء مباشرة. طيب دكتور حسن، أهداف الإعلام الإيريتري اليوم ما هي أهدافه؟ يعني هناك أخبار، هناك تمثيليات، هناك مسرحيات، هناك أغاني، هناك صحف، هناك مواقع تصدر عن النظام وغير النظام. ما هي أهدافه؟ هو إذا اعتبرنا أن إعلام ما قبل الاستقلال هو إعلام تحريري، يفترض أن يكون إعلام ما بعد الاستقلال إعلام تعميري، بمعنى إعلام نهضوي، إعلام يستنهض الناس، يشكل وعيهم نحو كيف يبنى هذا الوطن بعد التحرير. هل هو كذلك؟ ليس كذلك بطبيعة الحال. للأسف الشديد تحول الإعلام ما بعد التحرير إلى محاولة في البداية تمجيد حزب معين، ثم يتحول في نهاية المطاف إلى تكريس ظاهرة الصنمية التي نعرفها. الإعلام في الخارج يفترض أيضا أن يكون أهدافه في هذه المرحلة على وجه التحديد كيف يحشد الشعب الإريتري في الداخل والخارج نحو هدف مركزي معين، وهو بناء هذا الوطن الذي نتطلع إليه جميعا، هذا الوطن الذي يسعنا جميعا. المفاهيم التي نبثها يفترض أن تصب في هذا الاتجاه: مفاهيم الوحدة، مفاهيم الحرية، مفاهيم المشاركة السياسية، مفاهيم الحقوق، الواجبات، مفاهيم كيف نتعايش مع بعضنا. هذه كلها يفترض أن تكون أهداف هذا الإعلام في هذه المرحلة التي نحن فيها. لكن للأسف الشديد لا أتصور أن والله وصلنا إلى المستوى الذي يمكن أن نتكلم عنه في هذا الوقت بالذات. شكرا دكتور حسن سلمان. أعزائي المشاهدين شبكة السلام، انتهى بنا الوقت، ولا يزال الحقيقة في الجعبة خير كثير ونقاط مهمة، وخصوصا فيما يتعلق بأهداف الإعلام وما ينبغي عليه أن يكون وما هو عليه حاليا. هناك حقيقة نطالب شبكة السلام أن تجدد اللقاء بهذا العنوان: أهداف الإعلام الإريتري السابق واللاحق وما ينبغي عليه أن يكون. أسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. ولا أنسى أن أرحب وأن أشكر ضيفين الكريمين، الأستاذ أحمد شريف من خارج الاستوديو والدكتور حسن سلمان، والإخوة الذين تفاعلوا معنا أيضا عبر الفاكس أتقدم إليهم أيضا بالشكر الجزيل، الأستاذ منصور والأستاذ ود علي. وأنتم مشاهدين الأكارم الشكر موصول لكم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.